السلام عليكم ومرحبا بكم مع اميره. كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. وصفتنا ديال اليوم بسطيلات معمرين بالخضره والحوت كيجيو رائعين لذيذين بزاف ما تشبعوش منهم. على بركه الله ما نطولش عليكم ندوزوا للمقادير مباشره. عندي هنايا الكروفيت كيف ما كتشوفوا الكميه اللي كانت متوفره عندكم. هنا غسلته درت له شويه ديال الحامض والملحه. وهنايا عندي الميرنا، واحد 2 ميرنات كبار اللي درتهم حتى هما غسلتهم ودرت لهم الحامض. صافي هنا عندي 3 ديال القرعات كبار اللي حكيتهم، 3 خزويات حتى هما كبار حكيتهم، الحكاكه رقيقه. عندي هنايا واحد 2 بصلات كبار قطعتهم، يعني شلطتهم، زويته بلديه، الملحه والابزار. اول حاجه غادي نبدا بها الحوت، غادي نوضعوه هو الاول في واحد المقله وغادي نوضع عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وزويته بلديه، ونضيف له شويه ديال ورق سيدنا موسى ونوضعوه يتشحر. كيف ما كتشوفوا كنوضع كميه قليله ديال الملحه، يعني القياس اللي نتوما بغيتوا. بحال راكم عارفين غادي نزيدوا عاد يعني الحمض المصير والزيتون، يعني ضروري ما غادي يكونوا مالحين. داكشي علاش ديروا الملحه على حسب القياس. هنايا غادي نوضع زيت البلديه اولا زيت العود كيف ما كتشوفوا. صافي هنا غادي نحطها مباشره فوق من البوطه تشحر، ونرجعوا باش نكملوا باقي المكونات. هنايا غادي ندوز في واحد المقله واحده اخرى، غادي نوضع الكروفيت كيف ما كتشوفوا مع شويه ديال الورق سيدنا موسى، وغادي نوضعهم مع شويه الملحه وشويه ديال الابزار وزويته بلديه كيف ما ذكرت في الاول. صافي وغادي نخليهم كيتشحروا على جنب، وغادي ندوز عاد باش نحضر الحشوه ديال الخضار. هاد البسطيلات هادو كيجيو بنانين وخفافين بزاف ما تشبعوش من المذاق ديالهم. والاهم بدون ورقه ديال البسطيله، غادي نحضرهم بورقه بورقه المسمن، كتجي رائعه بزاف كتجي مقرمشه وبنينه وسهله في التحضير. غادي ندوز هنا الحشوه ان شاء الله. غادي نوضع في واحد المقله واحد 2 بصلات اللي كما قلت لكم شلطتهم رقاق. غادي نزيد عليهم زويته بلديه، غادي نزيد عليهم خيزو والقرعه. يعني عندي في المكونات كاملين كيف ما كتشوفون القرعه كنت حكاها من قبل ودايرها في المجمد، يعني حتى جيتها عاد جبدتها راه كتبقى طريه وزوينه باش ما تبقاش تضيع علينا. صافي كما جبتها من المجمد خليتها تفكت واحد شويه، وصافي غادي نحضرها مباشره. زدت عليها هنايا 2 خيزويات اللي درتهم مبشورين رقاقين، تقدروا تطحنوهم في الهشوار يجيو من الاحسن. انا هنا حكيتهم في الحكاكه رقيقه بزاف باش ما يجيوش باينين. هنا غادي ندير الزيت البلديه كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيد عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. صافي هادو هما المكونات، وهذه هي العطريه اللي كنوضع في البسطيله. كتجي خفيفه حشوه لذيذه بزاف ما كتثقلش نهائيا، ما كتجيش يعني فيها شرموله بزاف، ما كتجيش ثقيله، كتجي اكثر من رائعه. ما عليكم غير تجربوا الطريقه من الاول حتى الاخر. هنايا غادي ندوز الحوت خليته كيتشحر ومشيت نكمل معكم المكونات الاخرين باش ما نطولش عليكم الفيديو. كيف ما كتشوفوا هنايا بديت الحوت كيتشحر، وانا كنحيد هذاك الشوك اللي فيه كيف ما كتشوفوا بواحد المعلقه، كنبقى كنحيد وكنقيه. هنايا الكروفيت كيف ما كتشوفوا تا هو راه كيتشحر. هنايا كنت زدت معاه واحد الطريفات ديال الكلامان كانوا عندي، زدتهم مع الكروفيت وخليتهم كيتشحروا حتى هما. صافي كنبقى كنحركهم حتى كيتشحروا، من بعد كنصفيهم وكنخليهم يقطروا من داك الماء ديالهم. هنايا الحشوه كيف ما كتشوفوا راه كتشحر، يعني انا وضعت المكونات كاملين كيطيبوا في دقه واحده باش هنا كنربح الوقت، وكيبقى ليا الوقت فاش ندير حاجه اخرى اولا نوجد العجينه. يعني كيبقى ليا الوقت، ماشي كندير كل حاجه بوحدها. هنا كيف ما كتشوفوا كنخلي هاد الحشوه كتشحر حتى كتنشف من الماء تماما. اللي بغى الحار يقدر يدير شويه، انا درت شويه ديال الهريسه، اللي ما كيبغيش راه يقدر يستغني عليه. هنا درت شويه المعدنوس مقطع وشويه الحامض مصير حتى هو مقطع. بالنسبه للحار اللي ما كيبغيش راه يقدر يستغني عليه في صفه نهائيه. انا درت غير واحد شويه باش نسم فقط. كيف ما كتشوفوا غادي نبقى كنحرك هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم ونكملوا الطريقه. صافي كنستمر بهاد الكيفيه هذه في التحراك حتى كنحس بالحشوه ديالنا نشفت في خطره ما كيبقاش فيها الماء نهائيا. انا كنت رقدت شويه ديال الشعريه الصينيه باش غادي نوضعها حتى هي. هنا دزت العجينه مباشره. عندي هنايا درت 3 زلايف ديال الدقيق حيت عندي كميه كبيره ديال التعميره. درت شاصيه ديال خميره الحلويات كامله، وضعت هنايا الملحه
على حسب الذوق. وصافي عندي الماء دافي فاش باش غادي نعجن العجينه ديالنا. العجينه تخليوها شويه خفيفه بحال عجينه المسمن كما قلت لكم تماما، ما تقصحوهاش بزاف، خليوها شويه مرخوفه باش تساعدكم في العجينه وتعطيكم هذيك التوريقه اللي زوينه والقرمشه بنينه. كيف ما كتشوفوا غادي نوضع الماء دافي وكنبدا كنجمع العجينه بهذه الطريقه هذه، غير كنجمعوها صافي. من بعد غادي نوضعها في واحد البلاستيك غذائي راها كتطلق على خاطرها وكتعطيكم الضوء باش تخدموها بكل سهوله وما كتعذبكمش نهائيا. كيف ما كتشوفوا كنبقى كنجمع العجينه بهذه الكيفيه هذه، راها طريقه سهله وبسيطه. كنبقى ندير الماء غير بشويه بشويه باش ما تجراش لكم العجينه، ما تكبوش الماء يعني في ضربه واحده. صافي كنبقى نجمع العجينه. كيف ما كتشوفوا العجينه كتبقى خفيفه، ضروري العجينه تخليوها خفيفه ما كتبقاش كتلتصق في اليدين. صافي غادي نغطيها هنا بواحد البلاستيك غذائي ونخليوها ترتاح، عاد نرجعوا باش نشكلوها على شكل مسمنات غير واحد شويه، ما كنخليوهاش بزاف يعني الوقت على ما كنساليوش غنا. وصافي كنرجعوا لها. هنا كيف ما كتشوفوا العجينه كتجبد كتعطيكم واحد يعني واحد الشكل اللي زوين، واحد الطوع اللي كيساعدكم في العجينه. كيف ما كتشوفوا صافي غادي نحيدها من هذا البول هذا وغادي نحطها فوق سطح العمل، ومباشره غادي ندوز ان شاء الله نشكلها على شكل مسمنات اللي كيكونوا كبارين شويه، باش هنايا من يعني ما تاخذش لينا الوقت بزاف. غادي ندير غير يعني كرات اللي يكونوا كبارين على المسمنه واحد شويه، عاد ندوز باش نطلقهم مباشره. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنبقى كندير على هذا الشكل ديال الكرات بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نقادهم بنفس الكيفيه كاملين ونخليهم على جنب، وغادي ندوز نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه باش يعطيونا الطوع باش نطلقوهم. صافي هنا من بعد ما ارتاحوا لنا واحد 3 ديال الدقائق اولا 4 دقائق، صافي غادي ندوز مباشره باش غادي نطلقهم. كيكونوا هنا ارتاحوا باش كيعطيونا الطوع باش نطلقوهم بكل سهوله. صافي غادي نوضع الزيت في سطح العمل وكنبدا كنسرح العجينه بهذه الكيفيه هذه، ضروري تسرحوها مزيان وديروها رقيقه حتى يبان لكم سطح العمل. هنا غادي نطلق بالزيت ومعاه مخلط شويه ديال النشا، غير شويه ماشي بزاف. صافي غادي نوضع داك الزيت مع النشا وغادي نوضعها بحال المسمنه بهذه الطريقه هذه. صافي ونطوي وغنخليهم على جنب حتى نسالي الكرات كاملين بهذه الكيفيه هذه. راها طريقه سهله وبسيطه. بالنسبه للنشا مع الزيت بدون ما تستعملوا الزبده كتعطيكم واحد التوريقه وواحد القرمشه اللي زوينه بزاف بزاف في العجينه ديال البسطيله. كتعطيكم واحد يعني واحد العجينه اللي مقرمشه وزوينه بزاف بزاف. صافي غادي نستمر بهذه الكيفيه هذه حتى كنكمل العجينه كاملين، يعني كنديرهم كاملين بنفس الطريقه على شكل مسمنه باش كيعطيونا واحد النتيجه اللي زوينه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كندهن وكنعاود نطوي بحال المسمنه. يعني راها طريقه سهله وبسيطه. وبالنسبه غادي تحصلوا على بسطيلات بعجينه المسمن بدون ورقه البسطيله، كيجيو زوينين بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما ساليت المسمنات كاملين خليتهم ارتاحوا واحد شويه. صافي غنبدا باول وحده غادي نبدا كنطلقها بهذه الكيفيه هذه، ضروري تطلقوها رقيقه وتجيبوها من الاحسن على شكل مربع كيف ما كتشوفوا. كيف ما كنطلق انا بهذه الكيفيه هذه راه كتعطيكم الطوع وكتسرح كيف ما كتشوفوا، راها سهله. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، غادي نرققها مزيان. كيف ما كتشوفوا ضروري نجيبها على شكل مربعه. صافي البلاصه اللي تقطعت لي انا تقطعت لي واحد شويه هنا، صافي غادي نجمعها ماشي مشكل، غادي نكحزها الجنيبات. صافي غادي ناخذ واحد السكين وغادي نقطع هاد العجينه هذه على 4 ديال القطع. كيف ما كتشوفوا راه واخا كتجمع ليكم غادي توليو تطلقوها غتطلق بكل سهوله معكم. غادي نقطعها دوائر بهذا الشكل هذا. راها طريقه سهله وبسيطه والاهم ناجحه وسهله بزاف. المهم انا داك العجينه تقطعت ليا حيت خليتها على جنب حتى نعاود نديرها في عجينه واحده اخرى. هنا خديت واحد الغلاقه ديال النوتيلا اولا اي مول نتوما عندكم بغيتو يعني توضعوا فيه هاد البسطيطلات ديالكم اولا ميني بسيطلات. خلط داك الحشوه مزيان مع بعضياتها كامله كيف ما شفتوا. وصافي وهنايا وضعت الحشوه في هاد العجينه وكنجمع الجنيبات بهاد الطريقه هذه.
وكنسد ضروري تسدو مزيان مزيان من الجهه التحتانيه. كنكون دهنه هنايا الصينيه ديال الفران ومباشره غادي نحط فيها هاد البسيطلات ديالنا. كيف ما كتشوفوا راه طريقه سهله وبسيطه بزاف. كنسرح العجينه كيف ما كتشوفوا راه كتعطيكم الطوع، يعني كتجبد معكم ما كتبقاش مجموعه. صافي وكنوضح هنا الحشوه. بالنسبه للحشوه راني زدت معاها الشعريه الصينيه، اللي بغى يستعملها يستعملها. انا واللي بغى يعني يستغني عليها ما يديرهاش، يدير غير الخضروات مع الحوت حتى هما كيجيو زوينين بزاف. الصراحه انا كانت عندي وقلت علاش لا ما نزيدهاش، حتى هي كتعطي واحد الاضافه اللي زوينه بزاف. صافي ضفتها كيف ما كتشوفوا. كنسدها مزيان من الجهه التحتانيه وصافي كنقلبها. كتكون هذا هو الشكل ديالها، كتجي كامله مسدوده وكتعطيكم واحد المنظر اللي زويون بزاف. صافي كنستمر هنا بنفس الطريقه حتى كنسالي البسيطلات ديالنا كاملين بهذه الكيفيه هذه. صافي وضروري ما تجمعوا الجنيبات بهذه الكيفيه هذه. وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي العجينه كامله بنفس الكيفيه. راها كتساعدكم يعني باش تصوبوا هاد البسيطلات بكل سهوله وما كيشدوش معكم الوقت. حتى لاخر اللحظه تقدري تحضري هاد البسطيلات هادو اولا ميني بسطيلات للضيوف ديالكم، ضروري ما تحتاجوهم في رمضان الكريم. صافي وغادي نكمل بهاد الكيفيه هذه. راه كيجيو لذاذين بزاف بزاف، والاهم ما صعابينش نهائيا وكيوجدوا في واحد الوقت اللي قصير. يعني ما غاديش توحلي فيهم نهائيا. صافي الناس اللي كيتبعوني ما تنساونيش بلايكاتكم واشتراكاتكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الجديد ان شاء الله. الناس اللي انضموا ليا لاول مره كنقول لهم مرحبا والف مرحبا، والناس اللي معايا في القناه كنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف على دعمكم. نكملوا ان شاء الله التعميره ديال البسيطلات ونخليكم مع بقيه الفيديو. هنا من بعد ما ساليت البسيطلات كاملين كيف ما كتشوفوا ستفتهم في اللاطه، وضعت هنايا واحد البيضه كامله اللي خلطتها ودرت وضعت معها واحد النقيطه ديال لاصوص الشوجه. صافي وخلطت مزيان وكندهن البسيطلات ديالنا من الفوق بهذه الطريقه هذه. تقدروا تزينوهم من الفوق باي حاجه بغيتو او اي حاجه متوفره عندكم. انا خليتهم سامبل يعني بهذا الشكل هذا، جاو الصراحه بنانين بزاف بزاف ما تشبعوش منهم. صافي الفران كنكون مسخناه من قبل. ملي كندخلهم للفران كنخليهم على نار اللي كتكون مهيله بزاف بزاف باش كيتقرمشوا وكيعطيكم داك التوريقه اللي نتوما بغيتو وكيجيو هشاشين بزاف وكيذوبوا في الفم. صافي هنايا من بعد ما ساليتهم بالدهين غادي ندخلهم للفران ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي. وهنايا من بعد ما حصلنا على الشكل النهائي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا. كيجيو بنانين لذاذين بزاف بزاف مقرمشين ما تشبعوش منهم. شوفوا معايا الشكل كي كيجيو مذهبين. الصراحه راقيين بزاف بزاف. بصحتكم وراحتكم كنتمنى يا ربي تكونوا شاهدتوا الفيديو كامل وتبعتوا المراحل كاملين. غادي نوريكم الحشوه. شوفوا تبارك الله الحشوه من الداخل كي كتجي معلكه بنينه بزاف بزاف، يعني معمره بالحوت، ويعني حشوه رائعه ما نعاودش لكم عليها. كنتمنى يا ربي تتبعوا الفيديو بالصحه والراحه.